بيبدأ السيزون الثالث وأوليفر بيعمل مسرحية جديدة وفي تجربة أداء للممثلة لوريتا، وبتكون مش بتعرف تقرأ دورها وبطل المسرحية بين بيطردها، لكن أوليفر قال له لأ سيبها دي ممثلة هايلة. في أول عرض للمسرحية بين بيغمى عليه على المسرح وبيقولوا مات، لكن بالليل بيظهر وقال كان عنده تسمم غذائي وبيعتذر للوريتا قدامهم، لكن بيهزقها بصوت واطي بينهم. بعدها ميبل وأوليفر وتشارلز في أركونيا وبتقع عليهم جثة في الأسانسير وبيكون بن في الجنازة. ميبل وتشارلز بيقابلوا جريج وقال لهم إنه الحارس الشخصي لبن، لكن بيكون معجب مهووس بيه، بيخطفهم ويكتفهم وتقريبا عايز اعتراف منهم بقتل بن. المحقق بيس بيوصل وبيعتقل جريج باعتباره القاتل. بعدها ميبل وتشارلز بيقرروا يعملوا بودكاست تالت للوصول للقاتل الحقيقي، لأنهم حاسين إن جريج بريء. وأوليفر بيكون متردد وتشارلز بيحاول يعرف أي عضو في فريق التمثيل ليه يد في الجريمة، وفي منديل كان موجود وقتها بيحاول يتعرف على صاحب المنديل. ميبل بتدور في شقة بن عن أدلة وقابلت مخرج أفلامه واسمه روبرت، وبيستخبوا لما بيدخل أخو بن ومديره، وأخو بن اسمه ديكي. روبرت بيكون بيصنع فيلم وثائقي عن مقتل بن، ولوريتا أخدت دور تلفزيوني في لوس أنجلوس وعرفت أوليفر وبيقنعها تفضل معاه. وروبرت بيوري ميبل لقطات لبن وهو بيتكلم مع حد بس مش بيكون ظاهر في الكاميرا، وده في غرفة نومه. في نفس الوقت تشارلز بيشوف مين من الممثلين مفيش معاه المنديل اللي بيستخدموه في المسرحية، وبيشك في الممثلة كيمبر لأن مفيش معاها المنديل بتاعها، والتلاتة بيشتبهوا فيها وإنها هي اللي كانت معاه في الفيديو لكن ما ظهرتش. وكيمبر قالت لميبل إنها باعت منديلها وما قتلتوش. يروحوا غرفة تبديل الملابس بتاعت بين ومكتوب كلام بالروج على المراية: خنزير سخيف. وبيكون الروج بتاع جوي. تشارلز بيحاول يعرف هي متورطة في قتل بين ولا ايه، واتضح انها كانت بتعمل شغلها وضاع منها الروج ده، وبسبب الاسئلة الكتيرة علاقتهم باظت. وميبل عايزة تعرف ازاي مفيش اي حاجة في تقارير الشرطة تثبت ان بين اتسمم. اتضح ان اخوه ديكي هو اللي نظف كل اثار التسمم، وبن استخدم مواد غير قانونية ولو اكتشفوا ده هيأثر على مسيرته المهنية. وروبرت وميبل بيشكوا في بديل بن ومش بيوصلوا لحاجة. وأوليفر بيحب الممثلة لوريتا وعلاقتهم بتتطور، وهي في الحمام بيشوف صور مقطوعة لبن من المجلات. وأوليفر عرف إنها كانت مهووسة ببن وعرف إنهم كانوا على خلاف قبل العرض الأول. وتشارلز اكتشف إن جارتهم سرقت نفس المنديل من مسرح الجريمة، وتشارلز بيحاول يرجعه والست بعته في مزاد بآلاف الدولارات، واللي بيشتريه ديكي أخو بن. وميبل بتعرف إن ديكي كان ابن متبني ومش ظاهر في الصورة ولا ناجح زي أخوه، دايما كان خلفه، وبتبدأ تشك فيه وبيحصل خلاف بينهم هما التلاتة بسبب التحقيق والشغل وحياتهم الشخصية. وميبل بتعرف إن كبار السن مش مركزين في البودكاست بتاعهم وقررت تعمل حلقة من غيرهم وبتشارك نتائج التحقيق. والمحقق بيسمع، وجريج بيكون بريء والشرطة بتدور على القاتل مرة تانية. ولوريتا بتكون هي أم ديكي، وألبوم الصور ده عن ابنها دي اللي كان دايما في ظهر بن. وبنعرف انها وهي صغيرة سابت ابنها بغباء وكانت ندمانة على القرار ده، ودورت عليه وراحت عشان تقدم في المسرحية لما عرفت انه هيكون مع بن هناك عشان تكون أقرب من ابنها، وكانت هتقول لابنها الحقيقة، لكن الشرطة بتدخل وبتطلب أقوال الممثلين. وتشارلز وميبل وأوليفر بيحطوا كاميرا في غرفة الاستجواب. بعد الاستجواب الشرطة بتقرب من ديكي وأمه شافتهم وبتعترف إنها قتلت بن عشان تحمي ابنها، والتلاتة بيتجمعوا بيشكوا في ديكي وبيشوفوا رسالة من لوريتا لديكي وبيعرفوا إنها أمه، وبيكتشفوا إن بن هو اللي أكل الكيك اللي عملت له التسمم، وهو اللي كتب الكلام على المراية لنفسه لأنه ممنوع من الحلويات. والتلاتة بيشكوا في المنتجة دونا وراحوا المحكمة يدافعوا عن لوريتا، وهناك دونا بتكون من الشهود. والتلاتة قرروا يخلوها تعترف وطلبت تشوف العرض قبل القبض عليها. ولوريتا بتعرف ديكي إنها أمه، وميبل بتراقب ابن دونا وبتكتشف إن هو اللي وقعه من الأسانسير وبيكون عنده إحساس بالذنب وإنه ما كانش يقصد. قرر ينتحر ودونا أنقذته وبيتقبض عليهم، والمسرحية بتنجح والتلاتة بيحتفلوا. وشبيه تشارلز ساز معاهم، وبعدها بيتضرب بالرصاص في شقة تشارلز. في الموسم الرابع التلاتة بيروحوا شقة تشارلز ومش بيكون في حاجة غريبة لأنه بيكون في حد شال جثة ساز، وبتتصل بيهم المنتجة بيف وبتقدم لهم فرصة صناعة فيلم عن البودكاست بتاعهم، وبيروحوا لوس أنجلوس
وبيحضروا حفلة عملتها بيف، وبيشوفوا الناس اللي هتمثل شخصياتهم. يوجين هيعمل دور تشارلز، وإيفا ميبل وزاك أوليفر، والثلاث ممثلين هيقعدوا فترة معاهم عشان يتأقلموا مع الشخصيات. كاتب السيناريو هو شاب اسمه مارشال، وبيف بتوافق على السيناريو، وتشارلز بيتصل بساز ومفيش رد، وهم في هوليوود قرروا يعدوا على بيتها لكنها مش موجودة. لما دخلوا البيت عرفوا انها بقالها فترة مش موجودة، وبدأوا يشكوا ان حصل لها حاجة. لما رجعوا شقة تشارلز اكتشفوا الرصاصة، وعرفوا ان في حد قتل ساز في شقة تشارلز. كلب هاورد بياخدهم لمحرقة النفايات، وبيلاقوا طرف صناعي تبع ساز، وبما ان ساز شكل تشارلز شكوا ان في حد كان عايز يقتله وقتل ساز مكانه. بيتقابلوا مع السكان اللي جت من ناحيتهم الرصاصة، وعرف انهم مأجرين الشقة من حد اسمه دودينوف، وسافر البرتغال من وقته. وميبل تفتكر ان الاسم ده كان موجود في مذكرات ساز، وبتكون شبابيك شقته قدام تشارلز بالظبط. بيقتحموا شقته وبيشوفوا آثار أقدام على الشباك ومحطة راديو للهواء، وتشارلز بيكون خايف يخرج قلقان على حياته. بيسمع صوت، وبتكون جان كانت معاهم من الموسم الأول وهربت من السجن. تشارلز فاكر إنها عايزة تقتله، لكن اكتشف إنها صديقة ساز وهربت للبحث عن قاتلها. الشرطة جت، وجان بتستخبى في الأنفاق السرية خلف الخزنة، وبيبدأ التحقيق في وفاة ساز. وعرف إن الرصاصة خرجت من شقة دودينوف، ولقوا غلافها هناك، لكن دودينوف سايب الشقة من فترة. وويليامز قالت إن مكتب التحقيقات وصل لطريق مسدود، والتلاتة بعدها قرروا يستخدموا محطة راديو الهواة اللي لقوها. ومن ملاحظات ساز اللي أخدوها من شقتها عرفوا التردد الصحيح، لكن بيسمعوا صوت واحدة بتهددهم وقفلت الخط. في نفس الوقت ميبل ما عندهاش شقة تقعد فيها، فقررت تقعد في شقة دودينوف. وفجأة بتلاقي كل الجيران في الشقة عشان ياخدوا العقود، واتضح انهم بيغشوا في الإيجار وبيدفعوا بأسعار رخيصة. وتشارلز بيفتكر ان ساز عايزة تعمل معسكر تدريب لممثلين الأعمال الخطيرة، وبيروح المكان والمنتجة بيف ومعاها مسدس، وعرفوا انها كمان بتحقق في مقتل ساز، وده بسبب رسالة سابتها لها، وان عندها مشكلة في الفيلم. وبيبقوا مقتنعين ان احد افراد طاقم الفيلم هو القاتل، وبيحاولوا إعادة تمثيل الجريمة. بيقولوا إن الفرق بين الجريمة ودخولهم الشقة كان 12 دقيقة. في الوقت ده القاتل اتحرك من جناح لجناح تاني في المبنى، وغطى آثار الجريمة وشال الجثة كمان. وبيشكوا إن في أكتر من شخص مشارك في الجريمة، وبيروح للأماكن اللي كانت بتروحها ساز، وبيقابلوا دوبليرات الممثلين. وبيقابلوا دوبلير بن واسمه بن برضه. بيقرر أوليفر إنه يكون بديله في فيلم. بعدها بيكونوا في جلسة تصوير للفيلم، وبيلاحظوا بصمة الجزمة نفس بصمة القاتل. والنور بيطفي واتضرب رصاصة، وجاك وبن اتصابوا، وأوليفر خرج منها سليم. وبيعرفوا إن القاتل بيطاردهم كلهم مش تشارلز بس. وجهات التحقيق بتعرف إن دودينوف مدرس سينمائي، ومخرجين فيلمهم درسوا تحت إشرافه. وده صدفة. بيكتشفوا إن كل الجيران اللي عنده كانوا دارسين تحت إيده، وعرض عليهم يعيشوا في شقته. والمخرجات قالوا ان كانوا بيروحوا شقته لانه كان مدرسهم، واعترفوا انهم حطوا كاميرات مخفية في شققهم، وده كان جزء من العقد اللي اتفقوا عليه. والتلاتة مش عاجبهم وضع الكاميرات وبتخلصوا منها. وبيلاقوا كاميرا غريبة. بعدها جالهم رسالة تهديد وفيديو، وقتها عرفوا ان في حد بيراقبهم طول الوقت. والتلاتة بيستخبوا في بيت اخت تشارلز، وبيكملوا تحقيقاتهم. وتشارلز جاله رفات ساز، وبيلاقوا دعامتين، وساز كان عندها دعامة واحدة. يعني كده في 2 اتحرقوا في المكان ده. وبيفكروا شاكين ان القاتل بيراقبهم من الموسم الاول. وعرفوا بعد التحقيق ان دودينوف بيسحب فلوس الايجار، لكن بيكون المستاجرين اللي بيسحبوا الفلوس دي اصلا. واضح كده ان الطرف الصناعي ده كان بتاع دودينوف. وبيجي السكان ومعاهم جارة جديدة اسمها هيلجا، وبتكون هي اللي هددتهم في الراديو. وفعلا اتضح ان دودونوف قال لهم يعيشوا في شققهم بسعر رخيص، وبقوا قريبين جدا من بعض كأنهم عيلة واحدة. ودودونوف عرف ان عنده مرض صعب وهيموت، والناس دي هتطرد من الشقق بعد ما يموت. فحب ينهي حياته، وطلب من أصدقائه يحرقوا جثته في محرقة، وبعد كده الناس هتفتكر إنه عايش عادي وإنه موجود في البرتغال. والتلاتة قرروا ما يعرفوش حد، ويكملوا التحقيق في قضية ساز عادي. وهيلجا قالت إنها تواصلت مع ساز في المحطة دي، واكتشفوا إن زميل لهم في أداء الأعمال الخطيرة شخص خطير جدا. والتلاتة شكوا في بن اللي فقد وعيه لما اتقتل، خلاص هو بقى بره الدايرة دي. وتشارلز وأوليفر بيحاولوا يعرفوا مين زميل ساز، وبيشوفوا صورته. وميبل بتقابل مارشال كاتب سيناريو فيلمهم، وبيعدل كل شوية في السيناريو وبيكون أسوأ من الأول. ميبل بتكتشف إن مؤلف فيلمهم أصلا هو ساز،
واتضح ان ساز كانت بتحلم دايما بصناعة فيلم، وكتبت سيناريو عنهم التلاتة، وعرفت زميلها مارشال اللي اسمه الحقيقي ريكس، وسرق النص اللي مش كامل اصلا وقدمه على انه بتاعه. ولما قررت تعرف الكل، مارشال عرف ان حياته المهنية تتدمر وقتلها. وعشان هو ماهر في الأعمال الخطيرة قدر يوصل لها من الشباك، وقدر يحمل أدلة في 12 دقيقة، وقتل بديل بن لأنه عارف شكله. التلاتة راحوا لمارشال اللي كان معاه مسدس وعايز يتخلص منهم، وجان ضربته بالنار وتقتله وتنتقم لساز، والشرطة قبضت عليها. وبعد وقت بيسجلوا موسم تاني من البودكاست بتاعهم، وتعدل كاتب سيناريو الفيلم بتاعهم وبقى ساز. وتدخل واحدة اسمها صوفيا وطلبت من تشارلز التحقيق في اختفاء جوزها. ميبل قالت احنا بنحقق في جرائم القتل في المبنى هنا بس. قالت لهم هي القضية مرتبطة بالمباني هنا بأركونيا، وسابت الكارت بتاعها. وأوليفر بيتجوز لوريتا. بعد الفرح بفترة اكتشفوا جثة حارس المبنى ليستر في نافورة أركونيا.